المميزات ديال الغربه وانك تتولي انسان بحال قلتي شي واحد زومبي عايش في شي واحد زومبي عايش مثلا تتعلم الوحدانيه وتتعلم تعتمد على راسك مزيان، لا من الناحيه النفسيه لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه العقليه، تتحافظ على العقيل ديالك، يعني تتولي تدير واحد البروغرام لراسك، البرنامج لراسك. ولكن باش تولي سكسسفل وناجح في هذه العمليه هذه، خصوصا الا كانت عندك الوليدات والاسره الصغيره، خصك تكون انسان عصامي. انسان عصامي ماشي زعما انسان تيجمع الفلوس، لا لا، خصك تكون انسان تدير كلشي دقه واحده، تتخدم، تطريد، تقرا كتيبات، عايش الحياه، مرفه مع راسك في الحياه، ماشي زعما مرفه ماديا بزاف، نو، مرفه زعما نفسانيا وماديا. الحمد لله عندك الاكتفاء الذاتي. دونك هذه هي الطريقه المثلى اللي تتستافد من الغربه، وما دير لا مخدرات لا حتى شي حاجه، داكشي كله تبعد منه. واحسن حاجه هي تبعد من الصحاب، حيت الا كانوا عندك الصحاب بزاف تيديروا لك الديستراكشن. الصحاب ما تيخليوكش تكونسونطرا على حياتك، ما تيخليوكش تعيش حياتك بيسفلي مرتاح، تيبقى كل واحد تيعطيك فكره في شكل وتيخربقوا لك حياتك وما تعرفش شنو باغي دير في حياتك. هذه هي اهم حاجه اللي تعلمتها بالنسبه لي انا هاد العوامات كلهم في الغربه، الحمد لله، وانا عايش ناشط وفرحان وتنحمد الله وتنشكره كل نهار. بيس الله.